الجزء اللي هنشرحه دلوقتي الجزء الخاص بإزاي أعمل ريمايندر يفكرني أو تنبيه يفكرني مثلا بالعميل اللي هو اسمه أحمد إن أنا أكلمه أبعت له حاجة، أي ريمايندر خاصة بيا أنا. تمام. فأنا عندي من كلاينت، عندي حاجة هنا اسمها كلاينت ريمايندرز. حلو، فبدخل على all reminders أشوف كل الريمايندرز اللي أنا عملتها، وكمان ممكن أحط تايبس للريمايندرز دي. فلو دخلت مثلا على التايبس أشوف يعني إيه التايبس المحطوطة. فأنا عندي نوعين، يا إما weekly report إن أنا بشوف متابعة ليه على طول كل مثلا فترة معينة كل أسبوع، أو اجتماع. ممكن أجي من هنا أعمل كريت وأعمل حاجة تانية أسميها أي حاجة تانية وبعدين بعمل سيف. تمام. طيب، دي الجزء الخاص إن أنا بعمل ريمايندر النوعية نفسها. طيب نشوف all reminders. هل أنا مثلا عامل ريمايندرز عندي إن أنا أفتكر حد، في حد اسمه مثلا حد اسمه أمجد، الكود بتاعه ريمايندر المفروض أعمل معاه اجتماع كان يوم 19/2، وكان نوت إن أنا أكلمه زوم وإن هي done خلاص. لو هي مش done بدوس عليها فبتتحول إن هي لسه in progress وهكذا. فأنا بس حاجة reminder بفكرها بنفسي، وطبعا ده الجزء الخاص بالسيرش. طب لو عايز أحط حد في الريمايندر هعمل إيه؟ فمثلا هروح عند العميل اللي أنا عايز أحطه في الريمايندر وأفتكر مثلا أنا هكلمه أو أيا كان، فبدخل على العميل نفسه في الكلاينت بروفايل اللي احنا اتعلمناها. فبالتالي بدخل بلاقي عندي هنا جزء اسمه add reminder فبدوس عليه. طيب عايز يوم ايه؟ تفتكر بقى عايز تكلمه يوم ايه او الريمايندر تبقى يوم ايه؟ وقت الساعة كام؟ هتتكرر كل قد ايه في حالة يعني ان انت عايز تكررها كل قد ايه فترة؟ لو في نوتة معينة. ريمايندر طيب ده اللي احنا شفناه من شوية، هل هو اجتماع، هل هو ويكلي ريبورت، ايا كان بقى الكاتيجوري ايه. ولو هابعتها لحد معين، ناس شغالة تحتي، ده حد اسمه أندرو، ده حد اسمه كذا، أيا كان ببقى ممكن أبعتها له تبقى موجودة عنده زي تاسك يعني. وإن هو تبع أنهي ليست بحطه كاتيجوري، يعني ده حد مثلا عنده إصابة، ده حد عايز موبيليتي، أيا كان بقى الكاتيجوري. ولو عايز أرفع صورة معينة بس أفتكر الوضع بيه إيه أو هكذا وبعمل سيف. فبالتالي هتروح على الصفحة الخاصة في الكلاينت ريمايندرز. فده بالتالي كده ده الجزء الخاص بالريمايندرز اللي عندي اللي موجودة على سيستم في الديسك.